بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ أم منار. كما راكم تشوفوا معايا العجينة المورقة اللي خدمتها معكم المرة اللي فاتت. إذا راني راح نديرها مملحات ونشوفوهم كيف يخرجوا معنا. إذا بسم الله. إذا أول شيء رانا راح طبعا نحلوها بالحلال على سمك معين. نجيبوا الحلال، أنا راني خرجتها من الفريجيدير، طبعا راهي مازالت معايا باردة. إذا ونحاول نفتحها على سمك معين. شوفوا معايا انا راني غير كيما خرجتها من الثلاجه، يعني ما عطيتلهاش الوقت نتاعها يعني بات تطلق روحها شويه، على ديك شويه راهي مازالت يابسه، ولكن نتوما تخلوها شويه حتى كي تطلق روحها كامل، ومن بعد كي تبغوا طيبوها تعاودوا ترجعوها في الثلاجه. انا مادام راهي بارده كيما هكا مانيش رايحه نرجعها في الثلاجه. اذا نحاول معها حتى نحلها مليح ومن بعد نجو نشكلوها. كيما راكم تشوفوا معايا حليتها على سمك شويه مرتفع، حوالي 4 ملم. شوفوا هنا كي ندير مسطره حوالي 4 ملم، يعني حتى 5 ملم هكا باه يبان لنا التوريق نتاعها. من بعد نجو نقطعوها. من بعد نجيب الطابع اللي هنايا، هذا عندي لهنايا 7.5، نشكل دوائر. شوفوا هنايا السمك نتاعها، هنايا راني باغيه نخدم هنايا لي فولوفو. كيما راكم تشوفوا معايا هكا العجينه هذه ما نعجنهاش، نطبقها كيما هكا ونخليها، من بعد نعاود نخدمها. اذا نخليها على جهه ونجي نخدم هادو اللي راهم هنايا. عندي هنايا طابع واحد اخر اللي هو 4.5. اذا نشكل دائره باه نحطها على خوتها بهذه الطريقه. هذو ثاني نحتفظ بهم. هنايا عندي حبه بيض كامله راني خلطتها، ونجيب هنايا ندير بلا ما نخلي يعني البيض يهبط لي على الحواف هكا باه ما يغبنش العجينه باه تتورق لي في الفرن. ونحط عليها هنايا ونستفها في السنيو. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. اذا نحيهم ونجي العجينه الزوجه. هنا بالنسبه للعجينه الزوجه شوفوا هنايا راه كاينه عندي هكا، نقدر نفتحها بهذه الطريقه. علاه فتحتها؟ هذوك البقايا اللي بقاو لي من قبل راني رايحه نديرهم في الوسط هكا، يعني باه ما تضيعليش العجينه بزاف يعني وتجيني مرقه. نوزعها بالتساوي. ونعاود نفتحها ونخدم بها مباشره بلا ما نخليها تريح. شوفوا بهذه الطريقه نعاود نغلق عليها ونعاود نفتح هكا، يعني راح يزيدني التورق وبلا ما نضيع هذه العجينه اللي بقات لي هكا كما يعني مقطعه. ونجي نقطع هنايا، ولكن هذا يعني الطابع اكبر من الطابع الاول اللي خدمت به بهذه الطريقه. وهنايا مساحه اقل باه نديرهم ميني بيتزا، يعني درك نستفهم في السنيوه وتشوفوهم كامل. بالنسبه للعجينه هذه اللي راهي قعدت لي، اذا درك نطبقها نزيد عليها هذوك الدوائر الصغار اللي راني حليتهم من قبل ونعاود نفتحها مره واحده اخرى. كاين عندي هذو شوفوا، ودروك نحلها مره واحده اخرى. ندخل كامل هذه الزوائد هنايا
ونبدا نحل فيها، نطبقها على زوج ونبدا نحلها المره التاليه. العجينه التاليه هذه راني راح نديرها لي مونشو، نحي لها الطرف نتاعها قبل ومن بعد نقطعها على شكل شرائط. هادو راح نشكلهم لي مونشو عندي هنايا. اذا نحكمها هنايا راكم تشوفوا لهنايا باللي السمك نتاعهم راهم اقل من هذوك اللي خدمتهم في لي فولوفو مع لي بيتزا او لي ميني بيتزا. وندور نحاول نقبض غير الطرف برك. شوفوا هنايا راه نوريكم من هذه الجهه باش تشوفوا حكمت غير الطرف برك. نوري لكم غير وحده ومن بعد نكملهم. نزيرها ومن بعد كي نحطهم في السنيوه هذه الجهه هي اللي راني رايحه نحطها بهذه الطريقه. بالنسبه للحشو، الحشو اختياري. انا شوفوا هذو درك هذه نحلها في الوسط، ما نحلهاش كاع على الطرف، غير في الوسط هنايا هكا بنقدر يعني نبلعها مع الجوانب. شوفوا كيف رجعت الشكل نتاعها. نجيب هنايا عندي البيض وندهن غير هنايا، يعني كي نبلع عليها هكا ما تحليش. بالنسبه للحشو قلنا كيما بغيتو هنايا ديروا. انا عندي هنايا شويه طون بصلصه الطماطم ونحط عليها شويه نتاع الفرماج ومن بعد نبلعو وندركو. غير ما ندركوش في الجوانب اللي هنايا وانما غير هنايا. شوف ما نخلوش الحشو يخرج لنا برا، ندركو مليح هنايا باش ما تحلش ونكملوا الحبات الاخرين تاعنا. وهنايا نجي ندهنهم بالبيض نتاعنا هكا كيما نعرفوا. نحاولوا نديروا غير بلا ما نهبطوا البيض كاع في يعني في الجوانب نتاع البولفون تاعنا. حتى نكمل كامل. كيما راكم تشوفوا معايا درت لهم كامل البيض. هذو نثقبهم في الوسط، نكملهم كامل هكا. وهذو ثاني نثقبهم هكا بيدخلهم الطياب. اذا هنايا درك نطيبهم. هنا كيما راكم تشوفوا معايا زينتهم بذور الخشخاش. الفرن نتاعي انايا دروك وكاين واحد الوقت سقساتني. شوفي انا دروك انا راني درتو يسخن راه قريب نص ساعه وهو يسخن على 260 درجه. عندي كويزينيا ما تسخنش سوا على ذيك درتها حتى نص ساعه وهي تسخن باش تسخن مليح. نحط الصنيوه نخليها قريب 10 دقائق، يعني من 7 دقائق حتى ل 10 دقائق وانا ينعس فيها غير نشوفهم يتورقوا. نقص لها اقصى درجه عفوا ادنى درجه اللي هي حوالي 160 درجه ولا 140 هكا، ونخليهم يطيبوا في غرفه. من بعد نعطيكم المده اللي استغرقتها لي بعد ما يطيبوا كامل. اذا نطيبهم ومن بعد نشوفوهم مع بعض. وبالنسبه هذو اللي راني راح نديرهم ميني بيتزا، نجيب كاس ونضغط على كل وحده كيما هكا في الوسط. الا شفتهم لصقوا طبعا نديرهم ندير الكاس في الفرينه هكا باه ما يلصقليش ونقدر نضغط ندير في الوسط. بالنسبه للميني بيتزا نتاعنا كيما شفتونا راح ندير فيها شويه نتاع صلصه الطماطم، نحطها غير في الوسط ما نخرجهاش من هذيك الدائره اللي ضغطت عليها. ندير فيهم كامل شويه شويه تاع الطوماطيش. صلصه الطماطم كيما اللي معرفين نخدموها البيتزا. ومن بعد نجي نحط على كل وحده منهم شويه نتاع الطون
دائما الطون نتاع صلصه الطماطم. ونزيد نحط عليها شويه نتاع الفرماج. اذا هادو درت لهم الفرماج، الاخرى نخليه حتى كيطيبوا هكا باه نزيد ندير لهم تزيين يخرجوا لنا شابين خير. اذا نطيبهم ونجو نشوفوا كامل المملحات تاعنا في طبق التقديم ان شاء الله. شوفوا هادو هما المملحات تاعنا بعد ما طابوا. الميني بيتزا راهي مازال ما وجدتش معايا، غير هادو هذيك راهي واجده، يعني في التزيين نتاعها نزيد لها غير الزيتون وحاجه قليله. وكيما هادو باه تعرفوا شنو راني رايحه ندير لهم. شوفوا بالنسبه للفولو او نوريه لكم، شوفوا كيفاه طاب لنا، يعني مش باغي نضغط عليه، خرج لنا ولا اروع. شوفوا الارتفاع نتاعو، يعني الطريقه اللي عطيتها لكم ناجحه 100%. شوفوا هنا كيف خرجوا لنا، يعني طلعوا لنا توراق ما شاء الله. وشوفوا هنايا هذه العجينه اللي راني زدت لها، العجينه اللي بقات لي، يعني هذوك البقايا اللي زدتهم لها. شوفوا هنا كيف زادت تفخت معايا، ولا تسمعوا القرمشه، تسمعوا كيفاه. اذا دروك انايا نزينهم. بالنسبه للتزيين عندي هنايا راني محضره كريمه البيشاميل ولا البيشاميل، هنايا رايحه نديرهم في لي فولوطون هنايا، ورايحه نديرهم ايضا لداخل في هذوك لي كورني. لي كورني هنايا ثاني شوفوا كيف طابوا معنا مقرمشين ما شاء الله. هذا درك ندير لهم، يعني درك راني نكمل التزيين نتاعهم باه ما نطولش عليكم الفيديو. الحشو نتوما لكم الاختيار، المهم حنايا الفيديو اللي درتو لكم الهدف نتاعو هو العجينه المورقه. درتها لكم المره اللي فاتت وطيبتها لكم باه تتاكدوا يعني باللي وهذه هي العجينه المورقه، يعني خرجت لنا ناجحه 100%. ما عليكم غير تعتمدوا هذه الوصفه لشهر رمضان ان شاء الله الا كتبوا لنا ربي. اذا نكمل التزيين وتشوفوه في طبق التقديم. هذو هما المملحات نتاعنا كما راكم تشوفوهم بعد التزيين، يعني خرجوا لنا ما شاء الله تحفه. وبالنسبه للتزيين طبعا التزيين عندكم اختياري كما بغيتوا تزينوهم. بالنسبه للدجاج انايا انا راني درت بلا ما بغيتش نفتو، درت قطعه صغيره نتاع دجاج، شويه نتاع طوماطيش، ولو زينت بالمعدنوس كما راكم تشوفوا هكا. اذا خرج لنا ما شاء الله. شوفوا هذه طريقه للتزيين. وكما قلت لكم العجينه المورقه اللي خدمتها معكم ناجحه 100%. شوفوا بالنسبه ايضا لي مونشو وخرجوا مقرمشين ما شاء الله. بالنسبه للميني بيتزا شوفوا انا كيف درتها صغيره، ولكن شوفوا كيف طابت معنا، يعني طلعت ما شاء الله التوراق ولا اروع. والقرمشه كما سمعتوها الساع، سمعوا هنايا خرجت لنا طايبه ما شاء الله. نقسم معكم هذه الحبه تشوفوها. شوفوا هنايا ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. وإلا عجبتكم فرحوني كما فرحتوني في العجينه المورقه، يعني فعلوا الجرس، ديروا اعجاب، بارطاجوا الفيديو باه يستفادوا كامل منه. وفي الاخير ما بقى نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.